ازاي الشركات الكبيره ما بتدفعش اي ضرائب؟ بص يا معلم، اي شركه كبيره بيجي لها بقى ملايين الملايين مش عاوزه تدفع ضرائب، فبتروح مؤسسه شركه تانية اسمها الهولدنج كومباني، الشركه القابضه. اوكي، بنسمع الكلمه دي كتير قوي. طيب الشركه القابضه بتعمل عقد مع الشركه العاديه ان هي كونسلتنت. يعني ايه كونسلتنت؟ يعني انا بديك نصايح خدميه اوكي في البيزنس. ده بفلوس كتير قوي، مش فارقه ايه اللي ما بينهم، فالفلوس تقدر تنقلها ما بين الشركه الاولانيه والشركه القابضه. وغير ان انت لو تملك 25% من الشركه القابضه بيبقى عندك حاجه اسمها ان انت تعمل اساسا كاش انجكشن. بس مش مشكله، تعالى نمشيها ليجل. طيب بعد ما خدوا الفلوس دي الشركه القابضه هتعمل بيها ايه؟ هتروح شاريه عقارات. اول ما تشتري عقارات كده هي صرفت الفلوس، هتروح للبنك بقى بضمان العقارات تاخد لون، تاخد ايه؟ قرض. القرض ده هو تقدر انت بقى تاخده تصرف بيه على الموظفين في الشركه الاولانيه لانها شركه قابضه، يعني هي تملك الشركه الثانيه. اوكي، تصرف على الموظفين، تصرف على كل الناس عادي جدا وتمشي الشغل بتاعك. وبعد كده تطلع، يجي صاحب الشركه يطلب ايه؟ سلفه من الشركه، يبقى هو مديون للشركه، ما هي شركته مش فارقه. اوكي، فالفلوس اللي خدها دي مش ديفيدنس، يعني ايه؟ يعني مش ارباح، هو اللي خدها دي فلوس لون، فلوس قرض، فما عليهاش ضرايب. فانت كده خدت الفلوس صباح الفل ما عليهاش ضرايب، وتقعد تكرر بقى العمليه دي 100 مليون مره مش هتفرق. ليه؟ لانها طول ما هي شغاله انت ما عليكش ضرايب، والشغل هو اللي بيسد فوائد القروض. ليه؟ لان انت القرض اللي انت واخده دوت كده كده انت واخده على اسيت، والاسيت ده بيزيد، فانت كده كده في اي وقت انت كسبان. وفي نفس الوقت طول ما انت عمال بتكرر الموضوع ده ما بتدفعش ضرايب. تعال ناخدها كايه؟ كشركه شركه دلوقتي يعني ايه؟ خدت ارض. اوكي، والارض هي ديفلوبر، انا مش هوريها لك بقى من الجزء يعني من شركه بتكسب فلوس وبعد كده هتعمل هولد كومباني بتشتغل في الريل استيت، لا 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 لا، او شركه قابضه بتشتغل في الريل استيت، لا، انا هوريها لك على طول شركه ريل استيت بتعمل ايه. شركه ديفلوبر ريل استيت بيبقى عامل شركتين، شركه اللي هي الديفلوبر اللي الناس شايفاه، وشركه قابضه. اوكي، فاعتبرهم شركه واحده. بيشتري الارض، هو دفع ثمن الارض، اعتبر ده الدخل اللي جاي من الشركه الاولانيه. بعد كده بتمن بيروح للبنك يقول له ادي الارض دي ب 10 مليار جنيه، هات قرض. القرض هيوصل ل 7 مليار جنيه، هياخد ال 7 مليار جنيه دول يعمل بيهم ايه؟ يدفع بقى اعلانات ويحفر الارض، يعمل المبادئ بس كده ويطلع مكسبه اصلا. اوكي، كايه؟ كقرض لصاحب الشركه هياخده من الشركه بتاعته. اوكي، والناس بتدفع فلوس عشان تحجز الوحدات بتاعتها، فهو ما صرفش جنيه من جيبه خلاص، اصلا هو بيشتغل بفلوس البنك. اوكي، فالراجل عمال بيكسب فلوس ايه؟ قروض، وكل ما يكسب فلوس من الناس يروح شاري بيها اسيتس، فهو عمال بيصرف. فالشركه القابضه دايما خسرانه. ليه؟ او دايما مش كسبانه. ليه؟ لانها عماله بتصرف، هي شركه انفستمنت، هي عماله بتشتري. هل هي باعت؟ هل هي سيلت؟ فما دخلهاش فلوس، فميزانيه كل سنه خسرانه خسرانه. ليه؟ كل ما يجي لها فلوس بتشتري بس، هي ما بتعملش حاجه تانية. والدفع بيجي من الشركه الاولانيه مش من القابضه. اوكي، فانا حاولت ان انا الخصها لك ايه بتتعمل ازاي. فمعظما كل الشركات الكبيره ما بتدفعش اصلا ضرائب عشان نبقى واضحين. ونقدر نحسبها على ايه؟ تعال نشوف واحد من بتوع الشارك تانكس. واحد من بتوع الشاركس اللي قاعد يتكلم على الناس اللي الغلابه اللي هم العماله. الراجل ده لو بصيت على جوجل هتلاقي ثروته كام؟ 3 مليون دولار، ولا حاجه يعني، مش شارك اصلا، دول 150 مليون جنيه. طيب بس تبص على شركته بقى بتبيع في السنه ب 300 مليون دولار. ايه؟ طب ازاي يعني؟ فهمهاني. انت لو بتاخد ديفيدنس اللي هو ارباح 1%، انت هتبقى معاك اكتر من كده. يعني لما نحسبها ال 1% ب 3 مليون دولار اصلا، يعني ده في السنه. يعني فانت لما تفكر فيها، هو ايه اللي هو عمله؟ هو الشركه، هو قال لك ارباحها كام، مش ارباحها كام، هو قال لك باعت بكام؟ 300 مليون دولار. ارباحها كام؟ اكيد واحد كشارك اكيد مش عامل شركه عشان يعمل ارباح قد المصاريف. يعني انا مش كلفتها 300 مليون دولار وكسبت 300 مليون دولار، لا. وعشان كده هو الفلوس اللي عنده ما يقدرش تعلى. ليه؟ لان هبان. طيب فاللي بيعملوا ايه؟ ان بكل بساطه عامل هولدنج كومباني، الهولدنج كومباني دي بتشتري عقارات، والعقارات ديت بياخد على اساسها قروض من البنوك، والقروض اللي من البنوك هو بياخد قروض شخصيه من الشركه بتاعته، ومن غير فوائد طبعا لانها شركتك. فبكل بساطه كده انت بقى عنده دخل ثابت ودخل عالي جدا من غير اي نوع من انواع الضرائب. دي ممكن تقعد تعيدها على اي نوع من انواع البيزنس. المهم الاسيت اللي انت بتشتريه يبقى بيعلى، وتاني حاجه سيف، الايكونومي كله عارف ان هو سيف. يعني مثلا ايه؟ ذهب، عقارات، حاجه كده كده، يا اما يعني تقدر فيزيكلي تبقى موجوده حاجه تقدر تلاقيها. وانس ان انت عملت الاوبريشن دي
بس الاول يعمل الشركه اللي بتجيب فلوس، يعني دي ستيب نمبر 1 يعني. بس فدي طريقه، لو في حد عنده طريقه تانية يقول لي.